في قصة كده في بداية المصادر اللي معانا النهاردة، بصراحة علمت معايا جدا. أهلا بيكم. القصة دي للكاتبة كاثرين برايس، صح؟ أيوة، المشهد كان بالليل، نص الليل تقريبا، وهي بترضع بنتها الصغيرة. المفروض إن دي لحظة خاصة جدا، يعني لحظة تواصل. بالظبط. لكن كاثرين ما كانتش بتبص على بنتها أصلا. كانت بتعمل إيه؟ كانت ماسكة الموبايل وبتعمل سيرش على، تخيلي، مقابض أبواب فيكتورية قديمة على موقع إي باي. غريبة قوي. والأغرب إن بيتها كله كان فيه مقابض خلاص. فجأة وهي في الحالة دي رفعت عينيها ولقيت بنتها بتبصلها، وشها الصغير منور بالضوء الأزرق البارد بتاع شاشة الموبايل. ياه. دي لحظة قاسية قوي، ودي اللي هي سمتها لحظة الصحوة، اللحظة اللي فهمت فيها إن في حاجة اتسرقت. مش مجرد وقت، دي لحظة إنسانية. أيوة، لحظة إنسانية كاملة راحت ومش هترجع. وده بياخدنا لقلب المشكلة اللي الكتاب بيناقشها. حياتنا في الآخر هي الحاجات اللي بنركز فيها. انتباهنا، يعني بالظبط. انتباهنا هو أغلى عملة عندنا، بس إحنا عايشين في عصر اسمه اقتصاد الانتباه. اقتصاد قايم على خطف العملة دي مننا. تماماً. كل تطبيق على موبايلاتنا مصمم بذكاء شديد عشان يعمل كده بالظبط. يعني الموضوع مش مجرد قلة إرادة مننا، ده تصميم مقصود. بعد اللحظة دي مع بنتها، كاثرين دخلت في أزمة وجودية. عملت تمرين بسيط قوي. تخيلت إن حياتها عبارة عن 4 خزانات: الحب، الشغل، الصحة، واللعب. أوكي؟ ولما بصت على الخزانات دي، لقت إن خزان اللعب كان فاضي. فاضي تماماً. وده طبيعي، إحنا ككبار دايماً بنشوف اللعب أو المتعة كأنها رفاهية، أول حاجة بنشيلها من حساباتنا لما الدنيا تزنق. بس هي اكتشفت إن الخزان الفاضي ده كان بيصمم كل الخزانات التانية. إزاي؟ وهي في الحالة دي افتكرت إعلان شافته عن فصل لتعليم الجيتار للمبتدئين. من غير ما تفكر كتير راحت اشتركت فيه. خطوة جريئة. جداً. واللي حصل في فصل الجيتار ده هو اللي غير كل حاجة. هي كانت متوقعة تحس إنها محرجة أو فاشلة. طبيعي لأنها مبتدئة، بس اللي حست بيه كان العكس. كانت طاقة غريبة بتشحنها. بتقول إن الساعتين بتوع الفصل كانوا بيطيروا، وبترجع البيت حاسة بانتعاش وحيوية، كأنها خدت شاور لروحها. والتأثير ده امتد لحياتها كلها. بالظبط، بقت أخف دم مع جوزها، صبورة أكتر مع بنتها. الشعور ده كان قوي ومختلف لدرجة إنها حست إنه محتاج اسم لوحده يميزه عن أي حاجة تانية بنقول عليها متعة وخلاص. وهنا قررت تسميه المتعة الحقيقية أو true fun. ودي مهمتنا النهاردة، إننا نحلل ونفهم إيه هي المتعة الحقيقية دي، ليه بنفقدها، والأهم إزاي نرجعها تاني. تمام، خلينا نبدأ بتعريف المتعة الحقيقية دي. الكاتبة عشان تفهمها عملت حاجة ذكية جدا. الاستطلاع اللي عملته. أيوة، عملت استطلاع أونلاين وطلبت من الناس يحكوا عن تجارب حسوا فيها بالمتعة دي. والمفاجأة إن أكتر من 1500 شخص شاركوا، وكونت منهم اللي سمته فرقة المتعة. والقصص اللي جت لها كانت متنوعة بشكل مذهل. بالظبط. التنوع ده هو مفتاح الفهم. يعني مفيش نشاط معين هو سبب المتعة. زي إيه مثلا؟ يعني كان في قصة أب بيحكي عن لحظة وهو بيعزف درامز في البيزمنت مع أولاده، وفي سيدة تانية عمرها 75 سنة وصفت أسبوعين قضتهم لوحدها بترسم في بلكونة. وقصة فصل الرأس للسيدات الكبار دي كانت عبقرية. أيوة، اللي بيعملوا فيه حركات ارتجالية زي الطاووس والأرانب وبيضحكوا من قلبهم. طيب، القصص دي مختلفة تماما، واحد مع أولاده، واحدة لوحدها، ومجموعة مع بعض. إيه بقى العامل المشترك اللي بيحول كل ده لمتعة حقيقية؟ هو ده السؤال. بعد ما حللت مئات القصص اكتشفت إن المتعة الحقيقية مش مرتبطة بالنشاط نفسه، لكنها كوكتيل. كوكتيل سحري؟ فعلاً، كوكتيل سحري من 3 عناصر لازم يكونوا موجودين مع بعض في نفس اللحظة. لو عنصر واحد بس نقص التجربة كلها بتتغير. أوكي، خلينا نفصصهم. إيه أول عنصر؟ أول عنصر هو المرح أو البلايفولنس. بس المرح ده مش معناه اللعب كنشاط. لا خالص، دي حالة ذهنية، اللي هو خفة الدم، روح الدعابة، إن الواحد ما ياخدش الأمور بجدية زيادة. الكاتبة ليها وصف جميل قوي، بتقول إن الناس دي بتبقى بتبرأ تجربة مشتركة ومميزة مع شخص تاني، إحساس إن في رابط خاص اتخلق في اللحظة دي، والتواصل ده ممكن يكون مع إنسان أو مع الطبيعة. أو حتى مع حيوان أليف. والمفاجأة في أبحاثها
إن أغلب لحظات المتعة الحقيقية بتحصل مع ناس تانية حتى بالنسبة للانطوائيين. دي نقطة مهمة جدا. فضل العنصر الثالث. التالت هو التدفق أو الفلو، وده مصطلح معروف في علم النفس. حالة الاندماج الكامل في اللحظة. بالظبط، لدرجة إن إحساسك بالوقت بيختفي، بتنسى نفسك والناس اللي حواليك، مفيش أي صوت داخلي بينتقدك أو يقلقك. هي دي الحالة اللي بنقول فيها الوقت طار محسيتش بيه. مرح، تواصل وتدفق، يعني أي نشاط لو جمع الثلاثة دول مع بعض بيتحول لمتعة حقيقية. تماماً. وده عكس اللي الكاتبة بتسميه المتعة الزائفة أو فيك فن. زي السكرولينج على السوشيال ميديا. أيوة. ممكن تحس إنك مبسوط وإنت بتتفرج، بس أول ما تقفل الموبايل بتحس بفراغ وقلق، كأنك أكلت وجبة جنك فود كبيرة ومليانة سعرات فاضية. تعبير دقيق جداً. والملفت إن الثلاث عناصر دول عكس تجربة السوشيال ميديا تماماً. بالظبط. المرح هناك غالبا سخرية، والتواصل سطحي قائم على أرقام، والتدفق مستحيل يحصل أصلا. ده يخليني أسأل، لو المتعة الحقيقية دي مغذية للروح كده، إزاي وصلنا لمرحلة إننا بنفضل الجنك فود بتاع المتعة الزائفة؟ الكاتبة بتجاوب على السؤال ده بالتفصيل، والسبب الأكبر والأوضح هو علاقتنا بالتكنولوجيا. إن التطبيقات دي مش معمولة عشان تساعدنا. لا طبعا، دي شركات هدفها الربح، والربح بيجي من انتباهنا. فالتطبيقات دي مصممة عن طريق جيوش من المهندسين وعلماء النفس عشان تستخدم تقنيات اختراق العقل. وهي بتستهدف بشكل مباشر نظام المكافأة في مخنا، وتحديداً الدوبامين. تمام، بس في فكرة شائعة غلط عن الدوبامين. إن هرمون السعادة، أيوة، هو في الحقيقة هرمون التوقع أو هرمون التحفيز. وظيفته مش إنه يخليكي تحسي بالسعادة، وظيفته إنه يخليكي ترغبي في الحاجة. هو اللي بيقول للمخ انتبه، قرر الموضوع ده عشان ممكن يكون فيه مكافأة. بالظبط كده. والتطبيقات بتلعب على الوتر ده باستراتيجيتين. الأولى هي المكافآت متغيرة القيمة، زي ماكينات القمار في الكازينو. هي بالظبط. انت عمرك ما بتبقى عارف لما تعمل ريفرش للتايم لاين هتلاقي ايه. عدم اليقين ده في حد ذاته بيسبب الإدمان. والاستراتيجية التانية هي التقدير الخارجي، اللايكات، الكومنتات، الشيرز. كل دي جرعات دوبامين صغيرة جدا، وبتغذي حاجتنا الأساسية للقبول الاجتماعي. المشكلة إنها بتخلي تقديرنا لذاتنا خارجي ومعتمد على خوارزميات. وده بيخلينا نرجع تاني ندور على جرعة جديدة. طيب والدوامة دي تأثيرها إيه في النهاية؟ مدمر للمتعة الحقيقية. أولاً بتخلق حالة للكاتبة بتسميها الانتباه الجزئي المستمر. اللي هو أنا موجود بجسمي في مكان بس عقلي في مكان تاني خالص. بالظبط. بنكلم ولادنا وإحنا بنبص في الموبايل. الحالة دي بتقتل التدفق تماماً، وثبت علمياً إنها بتضعف الذاكرة. ده غير القلق المستمر، الفومو أو الخوف من فوات الشيء. أيوة، الخوف ده بيعلي هرمون التوتر الكورتيزول، ولما بنحس بالتوتر رد فعلنا اللاواعي بيكون إيه؟ نمسك الموبايل عشان نهدي نفسنا. تمام. ولما بنمسكه بنلاقي نوتيفيكيشن جديدة، فيتفرز الدوبامين، فنحس بارتياح مؤقت، وده بيعزز العادة. فندخل في حلقة مفرغة، التوتر يخلينا نمسك الموبايل، والموبايل يسبب توتر على المدى الطويل. بالظبط. بس المشكلة مش بس تكنولوجيا. أكيد. حاسس إن في أسباب أعمق. طبعاً في عامل تاريخي ورثناه من الثورة الصناعية، وهو فكرة الوقت هو المال. الفكرة دي تسربت لدرجة إننا بقينا بنحس بالذنب لو قضينا وقت في أي حاجة مش منتجة. صح. لو قعدت ساعة بتعمل حاجة لمجرد الاستمتاع، بتحس إنك كان ممكن تستغلها في حاجة مفيدة أكتر. وعامل تاني أعتقد كلنا بنعاني منه، هوس المثالية أو البرفكشنزم. بنخاف نجرب حاجات جديدة عشان شكلنا ما يبقاش وحش، أو حد يشوفنا مبتدئين أو عبط. الخوف من الفشل ده بيقتل المرح اللي هو أول عنصر في المتعة. بقينا عايزين نبقى خبراء في كل حاجة من أول مرة، وده مستحيل. فبنفضل نعمل الحاجات اللي احنا شاطرين فيها أصلاً، وبنحرم نفسنا من متعة الاكتشاف. طيب الصورة دلوقتي تبدو قاتمة شوية. تكنولوجيا بتخطف انتباهنا، وضغط إنتاجية، وخوف من الفشل. إزاي نكسر الدايرة دي؟ هنا الكتاب بياخد منحنى عملي وجميل جداً. الكاتبة بتقترح إننا مش بس ندور على المتعة، لأ، إحنا نتحول لمغناطيس للمتعة.
والفكرة إن عقلية المتعة دي مهارة مش سمة شخصية. بالظبط، دي مهارة ممكن أي حد يكتسبها ويتدرب عليها، زي العضلات كل ما تمرنها كل ما تقوى. فكرة إنها مهارة دي مريحة قوي. يعني الموضوع مش محكوم علينا. إيه بعض التمارين اللي ممكن نبني بيها عضلة المتعة دي؟ الكتاب مليان أفكار، بس فيه كم فكرة أساسية. أول فكرة هي إنك تكون سهل الضحك، يعني أدور بوعي على الحاجات اللي تضحك في يومي؟ وتضحك بصوت عالي لو الموقف يسمح. الضحك حرفياً بيغير كيمياء المخ، بيقلل التوتر وبيجذب الناس ليك. دي سهلة وممكن تتعمل من دلوقتي. إيه تاني؟ فكرة تانية عبقرية جاية من عالم الكوميديا الارتجالية، وهي قاعدة أيوة بدل ما أول رد فعل يكون الرفض أو النقد، نحاول نقبل الفكرة ونبني عليها. بالظبط، ده بيخلق طاقة إيجابية رهيبة وبيشجع على اللعب والمرح. فعلا، كلمة لأ دي بتقتل أي احتمال للمتعة. طيب، في فكرة لفتت نظري جدا في الكتاب، وهي إشارات اللعب. ممكن توضحيها؟ طبعاً، إشارات اللعب دي عكس اللي بنعمله لما كلنا نبقى باصين في موبايلاتنا. هي دعوات غير منطوقة. أيوة، ابتسامة لشخص غريب، تواصل بصري، كلمة لطيفة. الإشارات البسيطة دي بتقول للناس أنا منفتح على التواصل، وممكن تكون بداية للحظة مرح غير متوقعة. وفي تمرين كمان مستوحى من شاعر اسمه روس جاي، وهو ملاحظة البهجة. ده من أجمل التمارين. الفكرة إننا ندرب عقلنا إنه يصطاد لحظات البهجة الصغيرة دي. فنجان قهوة مظبوط. أغنية قديمة بحبها اشتغلت فجأة. شكل السحاب في السماء. الكاتبة بتقول إن الانتباه زي الكشاف، الحاجة اللي بتسلطوا عليها بتكبر. كل ما هتركز على البهجة كل ما هتشوفها أكتر حواليك. كل دي أفكار بتغير العقلية من جوه. بس في فكرة تانية حسيتها جريئة أكتر، وهي التمرد البريء. هي فعلا فكرة عبقرية. الكاتبة لاحظت إن كتير من لحظات المتعة الحقيقية فيها لمسة خفيفة من كسر القواعد أو الخروج عن الروتين. مش تمرد كبير وخطير، لأ، تمرد صغير ومرح. وغير مؤذي. الروح دي بتدينا إحساس بالحرية والمغامرة. طيب، إزاي ممكن نطبق ده في حياتنا اليومية؟ ليه أشكال كتير. أبسط شكل هو التمرد على الروتين. بدل ما تفطر نفس الحاجة كل يوم، جرب حاجة جديدة. أو أروح الشغل من طريق مختلف. التغييرات البسيطة دي بتكسر الملل وبتجبر مخك إنه يصحى وينتبه للعالم من جديد. يعني مجرد إني أقرر أفطر آيس كريم يوم الثلاث، ده يعتبر تمرد بريء؟ تماماً. والشكل التاني هو التمرد على التقاليد، زي قصة العيلة اللي قررت تحتفل بعيد الشكر يوم الجمعة بدل الخميس عشان يقللوا التوتر. والشكل الثالث ويمكن الأهم هو التمرد على التوقعات. بالظبط، سواء توقعات الناس مننا أو توقعاتنا إحنا من نفسنا. يعني تعمل حاجة مش شبهك. لو أنا شخص جاد، أعمل حاجة تبان سخيفة أو طفولية. ولو بتخاف من الفشل، اشترك في فصل الحاجة أنت مبتدئ فيها تماماً. التمرد ده بيكسر القالب اللي حابسين نفسنا فيه وبيحرر روح المرح. لما بنجمع كل الأفكار دي، بنكتشف إن المتعة الحقيقية مش رفاهية أو حاجة تافهة. دي ممكن تكون بوصلة توجه حياتنا كلها. هي مش مجرد شعور بالسعادة، هي شعور بالحياة نفسها، شعور إننا عايشين بجد. الموضوع كله بيرجع للسؤال الأول، إحنا بنوجه انتباهنا فين؟ بالظبط. ممكن نستسلم للاختيارات السهلة ونوجهها للحاجات اللي بتستنزفنا زي السوشيال ميديا، وممكن ناخد قرار واعي حتى لو صغير كل يوم إننا نوجهه للحاجات اللي بتشحننا بالطاقة وبتخلق المرح والتواصل والتدفق. الاختيار في النهاية في إيدينا. دايماً. الكتاب بيقترح تمرين أخير اسمه جرد المتعة، وهو ببساطة إن الواحد يبتدي يلاحظ ويسجل أنشطته اليومية ويسأل نفسه، النشاط ده شحني بالطاقة ولا استنزفني؟ وده بيوصلنا لسؤال أخير ممكن نسيبه للمستمع يفكر فيه. إيه هو؟ لو حد غريب بص على الطريقة اللي بنقضي بيها وقت فراغنا، على الكالندر بتاعتنا، على كشف حساب البنك، هيستنتج إن إيه هي اهتماماتنا وشغفنا الحقيقي في الحياة. وهل الاستنتاج اللي هيوصله ده هو فعلا الصورة اللي احنا عايزينها لحياتنا؟